بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. أيها الحضور الكريم، حيوا معي سرح التقدم والعلا ومنارة العلماء في أرض الفداء، فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان، السيد النائب الأول لرئيس جمهورية بوروندي، أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، ضيوفنا الكرام، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. فلولا العلم ما سعدت رجال، ولا عرف الحلال ولا الحرام. يقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بداية أتقدم بالتهنئة إلى جامعة إفريقيا العالمية، الصرخ الشامخ العظيم بمناسبة فوزها بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام، وإنه لشرف عظيم لي أن أتحدث إليكم في هذا اليوم الذي هو يوم احتفال ويوم إنجاز ويوم تقدير. كم من منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي، هذا لداخلية دار السلام. الوفاء هو أكرم الكرم. إن هذا الجمع الكريم هو إحدى صور التعبير عن العرفان والوفاء لكل المنتسبين والقائمين على هذا السرح العملاق. لساني وقلبي يكتمان هواكم، ولكن دمعي بالهوى يتكلم. لقد شاء إنشاء هذه الجامعة مواكبا لمتطلبات حركة التنمية الشاملة سيدي الرئيس، واستطاعت الجامعة في ضوء رؤيتها ورسالتها وأهدافها وخلال فترة زمنية قصيرة أن تؤسس سرحا علميا رصينا تسارعت فيه خطى الارتقاء بكل مرتكزاتها الأكاديمية، حتى غدت تنفذ برامج الدراسات العليا وفقا لخططها الهادفة إلى تحقيق المزيد من رؤاها وبرامجها العلمية في إطار رؤية استراتيجية طموحة تواكب مستجدات مسيرة التعليم والبحث العلمي في جامعات العالم العريقة. إن تميز هذا السرح لا ينبع فقط من اهتمامه بعلوم اللغة والقرآن أو بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والتطبيقية الأخرى، بل في تخصصه وفي تأثيره العميق في القارة الإفريقية وفي العالم الإسلامي. ولا يخفى على الجميع خدمته للإسلام كرسالة أساسية قامت عليها ركائزه وتعائمه المتينة. فخامة الرئيس، صحيح أن المصادر الطبيعية والمساحة الجغرافية وعدد السكان والأعداد مصادر قوة للشعوب والأمم، لكن العلم والعمل الخيري في مساعدة الشعوب هي أيضا مصدر من مصادر القوة للشعوب والدول والتي ظهرت نتائجها بوضوح. وعند الحديث عن مدى تميز الجامعة لا بد من ذكر أحد أهم سماتها ومحركها الفعلي، وهو مجتمعها المتنوع المكون بما يقرب من 100 دولة. إن قوة الشعوب تقاس اليوم بقدرتها العلمية أولا، ثم تأتي بعدها عوامل أخرى، وهذا ما فرضه التاريخ وأكدته مسيرة العلاقات الدولية واستثمرته السياسة. فالشاب المتعلم خير ذخيرة لوطنه، وهو الثروة الحقيقية لدولته. ومن هذا المنطلق فإن الاستثمار في العنصر البشري عبر التعليم يعد أعلى أنواع رأس المال قيمة ومردودا. كما شهدت الجامعة نموا كبيرا في برامجها وبنيتها من المباني والمرافق، استجابة لمبدأ التطور ومواكبة لمتطلبات العصر. إذا كانت مهمة الجامعة أن تغطي طلبتها بالعلوم والمعارف في قاعات الدراسة، فإن مهمتها الكبرى تكمن في خدمة المجتمع عبر تثقيف أبنائه وتعزيز البيئة الاجتماعية وتحسين نقاط الضعف، وهذا ما قامت به جامعة إفريقيا العالمية بتمكين طلابها بالتدريب، وهي ماضية بخدمة البلاد والعباد.
ومن ناحية أخرى أصبحت جامعة إفريقيا العالمية وجهة فريدة لاستضافة الاجتماعات والمؤتمرات المهمة والمتعلقة بمستقبل الأمة. فعلى سبيل المثال بالأمس القريب استضافت الجامعة ندوة التعليم الإسلامي في إفريقيا، كما تقيم حلقات نقاش للتأني. وإذا كان لا بد من ذكر بعض تجاربنا في الجامعة، فإنني فخامة الرئيس من الرعيل الأول من خريجي الجامعة، وقد كانت الصومال دخلت في ذلك الوقت في حرب أهلية، وفخامتكم أمرتم بقبول الطلاب الصوماليين ومعاملتهم معاملة سودانية. لك يا فخامة الرئيس وللشعب السوداني المضياف الشكر والتقدير. هنا قبل ما أنتهي كلمتي سيدي الرئيس والسيد مدير الجامعة وأعضاء مجلس الأمناء، أود أن أنوه إلى أن عدد خريجي الجامعة يقارب أو يزيد عن 33 ألف طالب من 86 دولة. سيدي الرئيس، هذا العدد الكبير يمثل في رابطة الخريجين، والتي ينعقد مجلسها الآن، مجلسها الاستشاري هنا بالتزامن مع انعقاد مجلس أمناء الجامعة. وإنني بالنيابة عنهم أطلب من الإخوة في مجلس الأمناء وفي إدارة الجامعة أن يستعجل في إتمام إنشاء المقر الدائم للرابطة، والتي وضع حجر الأساس ليوم أمس، لأن هذا أيضا له جزء مهم جدا من الروابط بين الخريجين. سيدي مدير الجامعة، عند وصولي للجامعة كان مديرها البروفيسور عبد الرحيم علي، والذي هو موجود اليوم بين ظهرانينا، وقد كانت في سنة 1992، وأسكنت في داخلية دار السلام في سرير من طابقين لأول مرة أراه، وكان نسيبي السرير الأعلى، فخفت أن أقع منها ولم أتلذذ بنومي ليال وليالي. لا أكون أكملت الكلمة إلا إذا قلت بعض الشيء عن وجبات القاعة والفول والعدس في الصباح والشاي الحليب، ولو تأخرت قليلا ينتهي. وفي الغداء رجلة وبامية أو قرع وبطاطس وما أدراك ما الرجلة، وقليلا من الأرز واللحم وشاي سادة. لا زال جزءا من عاداتي اليومية أن أشربه بعد الغداء منذ تدريبي عليه هنا في الجامعة. وفي العشاء فولا مسلحا أو ربما تختار رزا وملاحا. الشاي متوفر دائما. سيدي الرئيس، زيارتي للسودان وللجامعة يعني ما أفتخر به أنها شملت قرى ومدن ما زالت في الذاكرة. هذه في القوافل الدعوية. رحلتي الأولى كانت لمتمة أرض الجعليين، حيث ما زلت لم أنسى قرية سلوى التي زرتها ومكثت فيها 21 يوما مدرسا للتجويد، وأتذكر أناشيدها: يا رئيس يا سلوى ناسك هبوا بنداء الجهاد لبوا. ومن ثم تممت زيارتي لسنجة وسنار وود النيل وقرية أم حجر، ولا زلت أتذكر تلك القرية في أم حجر مكثنا فيها 11 يوما، وكنا محل ترحيب وإكرام دائم. وفي السنة الأخيرة السنة الثالثة طبعا كان مفروض الطالب يطلع مرة واحدة فقط، لكن لأنني كنت مطلوبا من الأساتذة كنت أطلع كل سنة. كنت مدرسا للتجويد وغير ذلك من بعض العلوم. ومن ثم زرت كسلة يعني ومكثت فيها أيضا 21 يوم. وسيدي الرئيس، الإخوة الحضور، دائما ما أقوله أنه نحن فقط لم ندرس في الجامعة، نحن درسنا في المجتمع السوداني المفتوح. وفي الختام باسم الصومال سيدي نشكركم، وخريجوكم لا يزالون يتبوؤون أرفع المناصب، ومن ضمنهم أخي وزميلي سفير الصومال لدى جمهورية الصومال لدى جمهورية السودان الأخ عبد الرزاق، وهو موجود بين ظهرانيكم. في الختام أشكر أسرة جامعة إفريقيا، رئيسها ومجلس أمنائها وجميع العاملين بها لإقامة هذا المؤتمر،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.